الثقافي. الطبعة العشرون للصالون الدولي للكتاب بالجزائر عرفت غياب عديد الأسماء الأدبية التي فضلت مقاطعة هذا الصالون. سارة بالحور تفصل. في الوقت الذي صبت فيه محافظة الصالون كل اهتمامها لتوجيه دعوات لأدباء فرنسيين، آخر اهتمامهم أن يشاركوا في هذه الدورة رغم أن بلدهم ضيف الشرف. تماست جملة من المبدعين الجزائريين الذين قدموا الكثير للساحة الأدبية الجزائرية، ما جعلهم يقاطعون الصالون، أمثال ربيعة جلطي، سمير قاسمي، الحبيب السايح، وأحلام مستغانمي. دائما يسألونني بالتليفون: لماذا أنت لست مدعوة في هذا المهرجان، في هذا اللقاء، في هذا المعرض، في قسنطينة عاصمة الثقافة العربية إلى آخره؟ في كل الأماكن لست موجودة، ويأتون هؤلاء ويسألون عني، فأنا أشعر كثيرا بالحرج ثم أخيرا بالغضب. ربيعة جلطي وبطريقة تحضرية أعلنت في حسابها الشخصي بالفيسبوك أنها لن تشارك عشاقها فرحة مولودها الجديد وحقهم في الحصول على توقيع بقلمها الذي لطالما سخر لخدمة الرواية الجزائرية. ربما السبب الأول أن رواياتي هي ساخرة، ولكن في نفس الوقت أيضا ناقدة بقوة. السبب الثاني هو ربما لأنني أكتب باللغة العربية. السبب الثالث هو أنني قلت بأنني ربما لأنني امرأة. تصرف جعل العديد من عشاق إبداعاتها يتعاطفون مع ربيعة ويصبون غضبهم على محافظة عجزت على أن تعطي لكتابها مكانتهم في صالون يعد الأول من نوعه في الوطن العربي.